وفي موضوع آخر، تمكنت عناصر الجمارك بمعبر فرخانة بإقليم الناظور من حجز أزيد من 24 كيلوغراما من الحلي حاول صاحبها إدخالها بطريقة غير قانونية من مليليا المحتلة إلى الناظور. وفاء اليعقوبي وميلود داشور. إنه ليس متجرا لبيع مصوغات الذهب كما يبدو للوهلة الأولى، بل إنها أكياس من الذهب الخالص وزنها 24 كيلوغراما و650 غراما، كانت مهربة داخل صندوق العجلة الاحتياطية ومعبأة بإحكام داخل صناديق خاصة بمسحوق الغسيل. تمكنت عناصر الجمارك التابعة لهذه النقطة من حجز كمية مهمة من المصوغات الذهبية تتمثل في قلادات وسلاسل ودماليج وخواتم وغيرها، كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة. قلادات وخواتم ودمالج مختلفة أشكالها، تقدر قيمتها الإجمالية الأولية ب1 مليار سنتيم.